بيبدأ فيلمنا بالطفل ده وبيكون اسمه فاسيلي، وبيكون ده جده وبيعلمه الصيد وضرب النار، وبيكون جده رابط حصان علشان الذئب يروح ناحية الحصان وفاسيلي يصطاده، لكن فاسيلي معرفش يصطاد الذئب والذئب عض الحصان. بعد كده بنروح لعام 1942، وفي الوقت ده بتكون الحرب العالمية التانية شغالة بين روسيا وألمانيا، وبيكون ده فاسيلي وهو من ضمن جنود الجيش الروسي اللي راحوا يحاربوا في مدينة ستالينجراد، والجيش الروسي بيخرجوا المدنيين من القطر علشان يركبوا الجنود. وبيكون في الوقت ده ألمانيا سيطرت على معظم دول أوروبا وعايزة تسيطر على روسيا علشان توصل للبترول اللي موجود في روسيا، وبتكون مدينة ستالينجراد هي العقبة الوحيدة اللي قدام جيش هتلر ولازم يدخلوها. بعد كده بيوصل جنود الجيش الروسي على حدود مدينة ستالينجراد وبيعلنوا ان الزعيم ستالين امرهم بعدم الانسحاب، والجنود بتركب المراكب علشان يعبروا الناحية التانية من النهر، والنهر بيكون عبارة عن اشلاء بني ادمين. واثناء ما هم بيعدوا النهر الجيش الالماني ضرب عليهم صواريخ ورموا عليهم قنابل بالطيارات، واللي ادى لتدمير معظم المراكب. بعدها الجيش الروسي بيوصل عند الضفة التانية من النهر وبينزلوا الجنود وبيدوا كل جنديين بندقية واحدة، فلما يموتوا جندي الماني اللي معهوش بندقية ياخد بندقية الجندي الالماني اللي لسه مموته، وفاسيلي بيكون معاه ذخيرة بس. بعد كده بيعلنوا ان اللي هينسحب من المعركة هيقتلوه، فالجنود بتاخد اماكنها وبيدوهم الاشارة بالتقدم، فالجيش الالماني ضرب عليهم قنابل وصواريخ واللي بيقرب منهم بيتضرب بالنار، فالجندي اللي مع فاسيلي مات فراح ياخد بندقيته، لكن واحد زقه وخدها منه، فالجنود الروس خافوا وانسحبوا، لكن قادة الجيش الروسي ضربوهم بالرصاص ومبقاش قدامهم غير خيار واحد ان هم يموتوا برصاص الالمان، ومات كل الجنود الروس والمدينة بقت عبارة عن جثث من الموتى. بعد كده بيكون في عربية تبع الجيش الروسي ماشية، فالالمان بيضربوها بالصواريخ وبتتقلب، والعربية بيكون فيها ورق منشورات فبيطير في الجو، وبيكون فيها الضابط ده واسمه دانيلوف، وبيكون ضابط سياسي مسؤول عن جريدة الجيش الروسي، فخرج من العربية واستخبى في قلب نافورة وحط رجل جندي على وشه علشان يبان انه مات. وبيجي جنود الالمان بيضربوا في الجنود الميتين نار علشان لو فيهم حد عايش يتاكدوا انه مات، لكن دانيلوف مفيش طلقة جت فيه وقدر انه يعيش، فزحف على بطنه وشاف قائد من الجيش الالماني واقف بيستحمى، فطلع بندقيته علشان يضربه بالنار، فسمع واحد بيمنعه ان هو يضربه بالنار وبيكون فاسيلي، وبيطلع انه عايش ولسه ما ماتش، فدانيلوف ما سمعش كلامه وبيضرب بالبندقية، لكن بيطلع ان ما فيهاش رصاص، ففاسيلي خد منه البندقية وحط فيها رصاص واداها له علشان يضرب بيها، لكن دانيلوف ما كانش عارف يضرب بالبندقية علشان ما تعملش صوت عالي ويجذب ليه الانتباه. بس بيكون في الوقت ده الطيران الالماني بيرمي قنابل وبتنفجر بصوت عالي، ففاسيلي خد منه البندقية وشاف 3 جنود المان جايين بعربية وبقى عددهم 5، ففاسيلي ضرب القائد اللي بيستحمى مع صوت القنبلة وهي بتنفجر علشان ما حدش يسمع صوت البندقية، فالجندي بيقرب عليهم وفاسيلي ضرب الضابط اللي واقف لوحده، فالجندي شافه وهو بيقع فنام على الارض، وفاسيلي ضرب واحد من الاثنين اللي واقفين مع بعض، والجندي كان هيرمي عليهم قنبلة ففاسيلي قتله، واخر واحد جري لكن فاسيلي قدر يصطاده وضربه. بعدها فاسيلي ودانيلوف اتعرفوا على بعض وبقوا اصدقاء. بعد كده بيرجعوا الكتيبة ودانيلوف عمل مقالة وحط فيها اسم فاسيلي ونشرها في جريدة الجيش الروسي وكتب فيها عن بطولاته وقتله لجنود الالمان، وفاسيلي بيكون مبسوط جدا. بعد كده سكان المدينة بيحاولوا يركبوا المراكب اللي بتروح الضفة التانية من النهر، لكن الجيش الروسي بيمنعهم. بعدها بيجي مندوب الزعيم ستالين وبيكون اسمه كروشيف، وبيروح لقائد الكتيبة وبيزعق معاه، فقائد الكتيبة قال له ان هو بعت الجنود علشان يحاربوا، لكن الجيش الالماني موتهم، فكروشيف قال له ان هو هيبلغ ستالين باللي حصل، وقال له الافضل ليك انك تتجنب قرار الاعدام، واداله المسدس علشان يخلص على نفسه بنفسه. بعدها كروشيف خرج اجتمع بضباط الجيش وبيسمعوا صوت ضرب نار، فبيكون قائد الكتيبة قتل نفسه، وكروشيف طلب منهم يدوا اقتراحات يكسبوا بيها الحرب، فدانيلوف قال له ان هم لازم يدوا امل للجيش ويشجعوهم على الحرب ويؤمنوا بالنصر ويتكلموا عن ابطال الحرب، فكروشيف عجبته الفكره. بعد كده دانيلوف بيرجع المطبعه وبينشر في جريده الجيش الروسي قصه فاسيلي وقتله للجنود الالمان، ودانيلوف قال له ان هو اترقى بقى رئيس الهيئه وفاسيلي بقى قناص الفرقه العسكريه، وبيكونوا مبسوطين جدا باللي حصل. بعدها الصحف والاذاعات بدات تتكلم عن فاسيلي وبطولاته في اصطياد جنود الالمان، وان هو قتل اكتر من 33 واحد، وهو كان السبب في استقاله 11 ضابط الماني. بعد كده بنروح لفاسيلي وبيكون منتظر واحد من جيش الالمان يقتله، لكن مرضيش يقتله، وبيكون الطفل ده شايفه واسمه ساشا، والطفل قال له ان هو معجب بيه وببطولاته، وبيروحوا البيت عند ساشا وبتكون دي ام ساشا مدام فيليبوف، وبتكون مبسوطه جدا بفاسيلي، والباب خبط عليهم فطفت الانوار وفتحت الباب، لكن طلع دانيلوف فقال لفاسيلي ان هو معاه جواب من عمال منجم وطالبين اسمهم يتكتب بعد اسم فاسيلي، ففاسيلي بيقعد يكتب الجواب وبيدخل عليه
عليهم البنت دي وبيكون اسمها تانيا، وبتكون متطوعة انها تحمي المدنيين من الروسيين. ودانيلوف اول ما شافها اعجب بيها، لكن هي اعجبت بفاسيلي، وبتكون جارة مدام فيليبوف ودارسة اللغة الألمانية. بعد كده بنروح للجيش الألماني، وبيكونوا بعتوا للضابط ده واسمه كوينج، وبيقابل قائد الكتيبة الألماني وقال له ان هم موقفهم حرج بسبب فاسيلي، وطلبوا منه ان هو يقتل فاسيلي. بعد كده بنرجع لفاسيلي، ولودميلا بتصحيه من النوم وبتقول له ان في مشكلة في قطاع التخزين. ففاسيلي بيروح للقطاع ومعاه لودميلا وأنطون، وبيكون في قناص قتل 5 ضباط وجنديين، وبيكون القناص ده هو كوينج ومستخبي في الدور الثالث. ففاسيلي شافه ضربه بالنار وخد لودميلا وطلعوا علشان يشوفوه، لكن طلع ما ماتش وحطت مكانه تمثال. وضرب أنطون بالنار موته واستخبى ورا دولاب هدوم. وفاسيلي ولودميلا طلعوا لقوا تمثال وعرفوا انه ده فخ معمول ليهم، فبيستخبوا. وفاسيلي لقى سجارة كوينج وعرف ان هو لسه موجود، لكن الطيران الألماني بيضرب قنابل على المباني، ولودميلا شافته وخافت وجريت، فكوينج اصطادها وموتها، والطيران بيضرب المبنى بالقنابل. بعد كده بنروح لدانيلوف وبيطلب من تانيا ان تروح معاه المعسكر لان هم محتاجين مترجمين ألماني، واقنعها تروح الكتيبة. بعد كده بنروح لكوينج وبيقرا في جريدة روسية، ومعاه ساشا بيلمع له الجزمة، فبيدي ساشا يقرأ له الجريدة، وكان الخبر عن فاسيلي وبطولاته اللي عملها. وساشا قال له ان هو قابل فاسيلي ومسك بندقيته. بعد كده فاسيلي بيترحل لكتيبة دانيلوف ومعاه الجندي ده واسمه كوليكوف، وكان من تلاميذ كوينج في مدرسة تعلم القنص. وفاسيلي قابل دانيلوف وقال له ان أنطون ولودميلا ماتوا وان القناص مش مستقر في مكان واحد. فدانيلوف قال له ان القناص عارف عنك كل حاجة. بعدها قابل تانيا في المعسكر وقالت له ان هي متأكدة ان هو هيقتل القناص الألماني، وبيكونوا عاملين حفلة لفاسيلي وبيحتفلوا بيه. بعد كده بيكون نايم وبيحلم بجده لما كان بيعلمه الصيد وما قدرش ينقذ الحصان من الذئب، لكن كوليكوف بيصحيه من النوم وخده ومشيوا. فشافوا قناص واستخبوا، وفاسيلي بص في العدسة وعرف ان هو تمثال. بعدها فاسيلي بيجري يعدي للمبنى ده ووراه كوليكوف وفيلوديا، والجنود الألمان بيضربوا عليهم نار، لكن محدش منهم اتصاب. بعدها فاسيلي قطع سلك التليفون للجنود الألمان وبيغيروا مكانهم علشان محدش يشوفهم، وواحد من الجنود الألمان بيصلح السلك، فكوليكوف ضربه موته، وفيلوديا قال لهم ان هو هيروح يجيب اكل. بعد كده بنروح لكوينج، وظابط من الألمان قال له ان هم مسكوا واحد من جيش الروسي، وبيكون هو فيلوديا اللي مسكوه. فكوينج راح له وسأله فاسيلي مستخبي فين، قال له ان هو مش ثابت في مكانه وبيتحرك بين المباني، ومرضيش يقول لهم في انه دور. فبيلبسوا فيلوديا لبس جندي ألماني وبيخلوه يروح يصلح السلك، فكوليكوف ضربه موته. فكوليكوف بيخلع الخوذة وعلقها علشان عارف ان كوينج قاعد قصادهم علشان يضرب عليهم، لكن كوينج مرضيش يضرب عليهم وفكروا ان هو مش موجود، فقاموا مشيوا وبيعدوا المبنى. فكوينج ضرب عليهم نار وجت في كوليكوف موتته. ففاسيلي قعد يستخبى وبيعيط على كوليكوف. بعد كده دانيلوف بيروح لكروشيف، وكروشيف قال له ان الوقت مش في صالحهم ولازم فاسيلي يقتل كوينج. بعدها دانيلوف بيقابل تانيا وجايب لها سمكة كبيرة علشان تاخدها، فتاليا بتكون زعلانة وطلبت منه يمشي من المعسكر. بعد كده فاسيلي بيرجع المعسكر وقال لدانيلوف ان هو مش هيقدر يقتل كوينج، فدانيلوف قال له ان هو هيتابع تحركات كوينج عن طريق واحد قريب منه ويجمع معلومات عنه. بعدها دانيلوف طلب من فاسيلي يروح لتانيا ويقول لها ان هو بيحبها. ففاسيلي راح لتانيا وقال لها ان دانيلوف شخص كويس ومحارب شجاع وبيحبك. فسألته هو اللي قالك تقول كده؟ قال لها لا. فقالت له ان هي جالها قائمة باسماء ناس مدنيين بعتوهم المانيا من 3 اسابيع، وان ابوها وامها من ضمن الناس دي. وبعد ما مشيوا ب 30 كيلو الجنود الالمان وقفوا القطر ونزلوهم منه وربطوهم في الكوبري وضربوهم بالنار. بعد كده ساشا بيروح لكوينج وادى ساشا شوكولاته، فساشا قال له ان هو عارف المكان اللي فاسيلي بيخرج منه، وقال له بيخرج من مصنع الطيارات من ممر السيول، وبيوصل عند الورشه بيكون في ممر حديد بيعدي منه. بعد كده فاسيلي بياخد بندقيته وبيخرج من المعسكر، وكوينج بيشيل التمثال وبينام مكانه وبيستنى فاسيلي عند الممر الحديدي. وفاسيلي قال لسيرجي الجندي اللي معاه ان كوينج مستنيه عند الممر الحديد، لكن في الوقت ده جنود الالمان هجموا على الجنود الروس وضربوهم، وفاسيلي بيغير اتجاههم وبيمشي في مواسير الحديد. لكن كوينج سمع صوت في المواسير وفضل ماشي ورا الصوت وبيستناهم عند فتحة التهوية، وسيرجي وفاسيلي بيخرجوا من الماسورة. فكوينج ضرب سيرجي بالنار في كتفه، وفاسيلي استخبى ورا صندوق حديد والبندقية وقعت بعيد عنه. فطلب من سيرجي يرجع المعسكر، فسيرجي دخل المواسير ومشي، وفاسيلي ربط السكينة اللي كانت معاه بحبل وحاول يشد البندقية، لكن كوينج ضرب الحبل بالنار فقطعه. وفي الوقت ده الطيران الألماني ضرب قنابل على المبنى وشبابيك الإزاز اتكسرت وقعت على فاسيلي، ووقع قدامه لوح كبير وكوينج بيشوفه من لوح الإزاز ده. وبيكون سيرجي وصل المعسكر وتانيا سألته عن فاسيلي فحكى لها على اللي حصل، فبتمشي في المواسير وبتوصل لفاسيلي. ففاسيلي طلب
منها ترجع، فرفضت. وكوينج شاف فاسيلي بيتكلم حد من لوح الازاز، وفاسيلي عرفها مكان كوينج وخلاها مسكت لوح الازاز، عكست الضوء في عينه فما بقاش شايف. ففاسيلي جاب البندقيه وضربه بالنار في ايده. بعد كده بنروح معسكر الروس وبيحتفلوا ان فاسيلي قدر يسيب كوينج وعوره. وفاسيلي قال لتانيا ان هي ودانيلوف المفروض يعيشوا لان هم اللي هيعلموا الناس معنى الحرب. فسألته هو انت لو فضلت عايش هتعمل ايه؟ فقال لها ان هو كان نفسه يشتغل في المصنع اللي جده شغال فيه. بعد كده ساشا بيروح لدانيلوف، ودانيلوف سأل ساشا عن تانيا، فقال له ان هي موجوده مع القناصين. فقال له ان هو يعرف كوينج ان القناصين هيكونوا موجودين في مصنع الطيران بكره، وبنعرف ان ساشا تبع الجيش الروسي وبيضحك على كوينج. بعد كده فاسيلي بيروح لدانيلوف وطلب منه يوقف كتابه عنه وان هو عايز يقاتل زيه زي اي جندي. فدانيلوف قال له ان انت مش زي اي جندي، وسأله ايه اللي خلاك تطلب مني كده، وسأله هو انت كلمت تانيا ولا لا؟ فقال له ان انا كلمتها لكن ما اعرفش قرارها ايه. فدانيلوف قال له ان تانيا هتكون بامان لما توافق تتجوزه، وقال له ان الالمان بيجهزوا علشان يهجموا على وسط المدينه وان هم لازم يكتروا من الدعايه بتاعتهم ضدهم. ونده على ساشا وطلب منه يعرف فاسيلي باللي حصل. فساشا قال له ان هو كان بيلمع جزمه كوينج ولقى عليها تراب اصفر، وقال له ان التراب ده موجود في مكان واحد بس عند المصنع الكيميائي. ففاسيلي اتعصب لانه بيستغل ساشا وبيخليه يجيب له معلومات. فدانيلوف قال له ان هو بيعمل كده بمزاجه لان هو بيثق فيه، وقال له ان هو هيروح المصنع الكيميائي الصبح، وقال له ان ساشا عرف كوينج ان هو هيكون هناك الصبح. بعد كده ساشا بيوصل فاسيلي للمكان اللي هيستنى فيه كوينج، وفاسيلي بينام في وسط الجنود المقتوله. بعدها بيطلع النهار عليه وبيكون مش قادر يفتح عينه، وبينام وهو بيراقب المكان. وكوينج بيعدي قدامه وهو نايم، وبيبدا الجنود الالمان تهجم على الجيش الروسي في وسط المدينه. بعدها في جندي بيمشي يسرق الجنود المقتولين، وكوينج شاف بندقيه بتلمع فبيبص في العدسه وهيضرب، جه قدام الجندي اللي بيسرق وزق فاسيلي وخد محفظته، لكن الجنود ضربته. بعدها كوينج بيرجع المعسكر، وقائد الكتيبه بيقول له ان فاسيلي مات واداله محفظه فاسيلي، وقال له ان هو فشل في مهمته وطلب منه يسلم النياشين بتاعته، وقال له ان في طياره هترجعه برلين. بعد كده بنروح لمعسكر الجيش الروسي، وكريشوف اتعصب لما عرف خبر موت فاسيلي. فدانيلوف مش مصدق ان هو مات، وكروشيف طلب منه يصور فاسيلي عشان يرفع معنويات الجيش وما يعرفوش ان هو مات. بعدها دانيلوف بيروح لتانيا وقال لها ان فاسيلي مش هيقدر يرجع المعسكر، وما كانتش عارفه ان هو مات، وقالت له اكيد هيرجع بعد ما الالمان يبطلوا ضرب. لكن سمعت المعسكر الالماني بيعلن موت فاسيلي. بعد كده ساشا بيروح مكتب كوينج وبيعيط على موت فاسيلي. فكوينج قال له ان هو مقدر شعوره لان فاسيلي روسي زيه واكيد هيزعل عليه، وقال له ان فاسيلي ما ماتش وان هو هيروح يستناه في محطه القطر بكره. فكوينج طلب منه ما يعرفش حد وما يخرجش من بيته. بعد كده فاسيلي بيروح لدانيلوف في المكتب وقال له ان هو نام وما شافش كوبينج وهو بيعدي قدامه، وبعدها استخبى. وساله عن تانيا فقال له ان هي في المعسكر القناصين، وبيكون ساشا قاعد مع دانيلوف. فقال لفاسيلي ان كوينج هيستناك في محطه القطر الصبح. ففاسيلي خد البندقيه بتاعته ومشي راح محطه القطر، وبتكون تانيا هناك في المحطه، وعرفت من ساشا ان كوينج جاي المحطه، وقالت له ان هي كانت متاكده ان هو عايش. وبيكون دانيلوف راح وراه وشافهم واتعصب جدا بسبب ان هو عرف ان فاسيلي بيحب تانيا. فرجع المعسكر وكتب خطاب ان فاسيلي متمرد وهرب من الخدمه العسكريه، وطول جدا في قتل كوينج وشكك في الفكر الشيوعي. بعد كده ساشا بيكون رايح عند المحطه يطمن على فاسيلي، لكن كوينج شافه وخده معاه وقال له ان هو طلب منه يقعد في البيت، وان فاسيلي تاني مره يعرف مكانه. وبكده عرف ان ساشا كان بيوصل المعلومات لفاسيلي. وبعدها تانيا شافت ساشا مخنوق ومتعلق، وبيكون كوينج هو اللي قتله. فتانيا انهارت من العياط وتعصبت جدا وخدت البندقيه تقتل كوينج. ففاسيلي منعها وقال لها ان هو هينتقم لساشا. وفي الوقت ده الالمان بتقذف المدينه بالطيران. بعد كده تانيا بتروح لدانيلوف وبيروحوا المدام فيليبوف، وطلبوا منها تركب المركب اللي هتعبر بيه الضفه الثانيه. فرفضت وقالت له ان ساشا بره ولسه ما رجعش. فدانيلوف قال لها ان ساشا انضم لمعسكر الالمان وان هو خان وطنه، ومرضيش يقول لها ان هو مات. وخدوها علشان يركبوها السفينه، لكن بيقع جنبهم قنبله وتانيا بتتصاب. ففيليبوف بتركبها المركب وبتجيب دكتور يعالجها. فقال لها ان هي مش هتعيش. فبتخرج تكتب جواب لابنها وبتقول له ان هي بخير، وبتعلقه وبتاخد تانيا وبتمشي. بعد كده دانيلوف راح لفاسيلي، وبيكون فاسيلي مستني كوينج. ودانيلوف قال له ان هو حاول يساوي بين الناس، لكن اتضح ان العالم لازم يكون فيه اغنياء وفقراء، وقال له ان تانيا ماتت. ففاسيلي قعد يعيط، ودانيلوف قال له ان هو هيساعده يوصل لكوينج. فخلع الخوذه وقام وقف، وكوينج ضربه في دماغه موته. وكوينج خرج من مكانه يدور على فاسيلي، لكن فاسيلي جه من وراه وضربه موته، وخد بندقيته حطها على دانيلوف تكريما ليه. بعد كده بيكون عدى شهرين والجيش الروسي انتصر على هتلر ان تكون تانيا ما ماتتش وموجوده في المستشفى. وفاسيلي بيروح يدور عليها وبيلاقيها، والجندي فاسيلي روسيا كرمته وبيحطوا بندقيته في متحف ستالينجراد، وبيخلص فيلمنا على كده.